الو، صيانة الغسالات. لو سمحت، انا غسالتي عطلت، ممكن تيجوا تنقذوني؟ هما مين دول اللي يجوا ينقذوكي؟ امال احنا رحنا فين؟ ولا هو باب النجار مخلع؟ 12 عطل للغسالات هنقولهم، وهتكتشفي ان السبب بسيط جدا، وكمان هتكتشفي ان الحل ابسط بكتير. يلا نشوف. العطل الأول، الغسالة بتملى مية وبعد ما بتوصل للمستوى المطلوب ما بتبدأش غسيل. هنفتح اللوحة الخلفية وغالبا هنلاقي خرطوم الضغط هو اللي انفصل، فهنعيد توصيله وبكده اتحلت المشكلة. العطل التاني، لو في ضوضاء وصوت عالي أثناء دورة العصر، أول حاجة هنهز الحلة الداخلية ونتأكد إنها مش مفكوكة، ولو اتحركت يبقى برغ التثبيت مفكوك، وفي الحالة دي هنشيل برغ تثبيت المروحة ونخرج المروحة ونثبت البرغ المفكوك، وبكده اتخلصنا من الصوت العالي. العطل الثالث، بطء دخول المية. أول حاجة هنعملها هنقفل الصنبور، وبعد كده هنفك خرطوم الإدخال وهنشيل الفلتر، فهنلاقي جواه أوساخ كتيرة هي اللي سداه من جوه. هنشطفه كويس بالمية ونرجع نركبه مرة تانية، وكل الأجزاء نرجعها تاني كما كانت، هيرجع تدفق المية بطبيعته. العطل الرابع، الغسالة بتتملي بالمية وبتصرفه في نفس الوقت. هنيجي نقلب الغسالة على الأرض ونشيل الغطا ونفك خط الصرف الرئيسي وننظف الانسداد اللي جوه، وبكده هتتحل المشكلة. العطل الخامس، لو الغسالة بتغسل عادي بس ما بتعصرش، أول حاجة طبعا هنفصل الكهرباء وهنشيل الغطا العلوي. هنلاقي المشكلة في مفتاح الباب، هنصنفره بالراحة كده، وبكده العصر هيرجع يشتغل مرة تانية. العطل رقم 6، لو الغسالة مش واصل لها كهرباء أو باور، هنفتح الغطاء العلوي وهيكون غالبا السبب في تايمر أو مفتاح الغسالة، هنشيله وهنستبدله بواحد تاني جديد، وبكده هتشتغل الغسالة. العطل رقم 7، لو الغسالة بتسرب مية، أول حاجة هنفصل الكهرباء عنها وبعد كده هنفتح اللوحة الخلفية وهنفضل نتتبع الخرطوم لحد ما نوصل لمفتاح الصرف، هنلفه ونفكه وهنشيل الأوساخ الموجودة بالداخل ونرجع تاني نقفله ونرجع كل حاجة والمشكلة هتتحل. العطل رقم 8، بنلاقي الغسالة بتستمر في الاهتزاز وبتعيد ملي المية بعد العصر، بتنتهي الملابس متشابكة، وده معناه إن القابض أو الكلاتش لا يبادر بشكل صحيح. هندور على ذراع ربط القابض وهنتنيه حوالي 20 درجة لتمديد